لحظات الرعب والخوف لا زالت تلازم سكان عمارات مصطفى بن بولعيد بحي 20 أوت بقسنطينة، فمشاهد انهيار البنايات لا يزال يهدد قاطني هذه العمارات التي يعود تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري رغم المطالب المتكررة بترحيلهم. الحجر يطيح فوق راسنا كترش من الوضعية هذه، عدنا نخافوا على أولادنا، حنا كي نخرجوا نخافوا. انهيار شرفة كاد أن يودي بحياة كاهل كان يسير على هذا الشارع أثار قلق الساكنة وعجل بتدخل مصالح الحماية المدنية لاحتواء الوضع. الصباح كي صارت الكارثة هذه راجل كبير معدي باساجي مش حتى جاري انايا، ما هز معاه لا كارت لا مكروط لا تليفون لا حتى حاجه، زكاز تكسر من رجليه، داوه هزوه لي بومبي هزوه طلعوه للسبيطار. من درك ما على بالناش بحالته، اسكو السيد هذا درك بيان مش بيان مات مازال عايش، رانا في كارثه خويا رانا في كارثه، والسلطات ما حبش تشوف معنا خلاص. وين عندنا انهيار جزئي لشرفه على مدخل تاع دو زابارتمون تاع شقتين، خرجوا الاسعافات داروا عمليه تعرف، شافوا الوضعيه، وحاليا راهي العشيه راح يقوموا عمليه ترحيل تاع هاد العائلتين. هو وضع خطير تعيشه مئات العائلات داخل مبان هشة آيلة للسقوط في أي لحظة، يتبعه تجاهل وصمت المسؤولين في منحهم سكنات تحميهم وأبنائهم من شبح الموت.